السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بفيديو جديد ووصفه جديده. لو انتي اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي معانا وتفعلي علامه الجرس وتعملي شير للفيديو. بصوا بقى يا جماعه، الجمال والحلاوه دي، احنا النهارده هنعمل البيتزا بتاعت المحلات اللي بره. هنعمل زيها بالظبط، مش هتختلف عنيها في اي حاجه. اول حاجه بقى معايا في المقادير: ربع كوبايه ميه دافيه، عليها معلقتين صغيرين سكر، عليها كيس خميره فوريه. بغطي عليها وبسيبها لغايه ما تتفاعل مع نفسها. وهنا بجيب نص كيلو دقيق، بحط عليه معلقتين كبار لبن بودر، بحط زعتر، وبحط كمان رشه ملح. هنا بنزل بعلبتين زبادي، وبنزل بقى بالخميره اللي احنا عملناها مع بعض. تمام. وببتدي ان انا بقى ايه، اعجن. طبعا انا حطيت ربع كوبايه مي لبن سايل ومعلقتين لبن بودره. تمام. ببتدي بقى انزل واحده واحده في الميه لغايه ما نعجن كده حلو، وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار زيت، بلفهم كده حلو مع بعض بالشكل ده. وهنا بجيب بوله برش فيها رشه زيت، وبروح جايه حاطه العجينه واغطي عليها واسيبها لغايه ما تخمر مع نفسها. هنا بنحضر الحشوه. انا جبت هنا صدرين فراخ، قطعتهم كده مكعبات او حتت صغيره يعني بالشكل ده اهو. جماعة ممكن تعملوا تستبدلوا الفراخ بجمبري، ممكن تستبدلوه بسبيت، ممكن بلحمة مفرومة، بجبن، بس بخضار اللي انتوا حابينه وعايزينه. هنا عملت تتبيلة كده للفراخ، بهارات كده مع حبة كده زيت وحبة عصير ليمون كده، ونزلت بقى بالفراخ قلبتهم. هسيبهم ساعة كده في التلاجة. وهنا بقى جبت فصين توم كده وهرستهم وحطيت عليهم بهاراتي، بهارات فراخ ورشة شطة ورشة بابريكا، وقصدي يعني بهارات سمك. بعد كده بقى حطيت عليها نص ليمونة وسبتها. طبعا احنا هنعمل النهاردة البيتزا بتاعتنا، هنعمل بالجمبري وهنعمل بالفراخ. تمام. زي ما قلت لكم، لو عايزين تعملوا الوصفة ما عندكوش امكانيات للفراخ ولا اللحمة ولا الجمبري، ممكن تحطوا خضار وممكن تحطوا جبن. هنا بشوح بقى الجمبري اهو. معلش يا جماعة، انا نسيت وقلت لكم ان انا حطيت بهارات فراخ، بس انا حطيت بهارات سمك. وهنا بنزل بقى بحبيت كده مشروم متقطعين شرايح، وبشوحهم كده مع بعضهم وبركنهم على جنب. هنا بقى بجيب طاسة فيها حبة توم وحبة زيت وحبة سمنة وحبة كزبرة ناشفة، بشوحهم وبحط كمان عليهم صلصة وبحط كاتشب و... وممكن تحطي برضو صوص الشطة دوت، مش هريسة شطة، لا صوص الشطة. بحط سكر وبحط ملح وبحط رشة صغيرة خل. دي بقى الصلصة بتاعت البيتزا، ممكن تحطي برضو فيها زعتر يعني. هنا العجينة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين يا جماعة، قطعتها على 4 قطع بالشكل ده اهو. انا بعمل فيها كبير وصغير على حسب البيتزات اللي انا هعملها. انا هعمل فيها كبير وصغير يعني. اول حاجة كده جبت واحدة كده فردتها في الصينية دي، وبديت ان انا افرد فيها واعمل كده جوانب فيها، بحيث ان الحشوة بتاعتي لما احطها ما تقعش. خرمتها كده بالشوكة علشان ما تنفخش معايا يعني وتطلع عالية. وهنا كان عندي حطيت بقى من الصلصة بتاعت الكاتش البيتزا، وكان عندي جبن بقى. هنا جبنة الحمد ده عايزه اقول لكم تحفة يا جماعة، بتمط خطيرة. وحطينا بقى هنا الخليط الحشوة بتاعتنا اللي هو الجمبري والمشروم. جماعة عايزة اقول لكم لما تجربوا الاكل في البيت والله العظيم بيطلع نفس الجودة بتاعت بره، بس بتوفري جامد في الفلوس، لاني بتزاي الجمبري بره بتبقى عاملة 100 وي يعني. طب ليه يعني؟ ما انا اشترى الحاجات واشترى ربع جمبري واعمل في البيت. هنا بفرد التانية بنفس الشكل وبخرمها برضو وبحط عليها صلصة البيتزا، وبعد كده بحط بقى ميكس جبن، وبنزل بقى بحشوة الفراخ بتاعته، وبعد كده بغطي موتزاريلا من فوق. حبيت اعمل ميكس كده ما بين البصل والفلفل بحيث انها تطلع في الاخر شكلها حلو. انا مهم عندي قوي يا جماعة الطعم والشكل، لان العين بتاكل قبل البق. دي عملتها ميكس جبن كده علشان نعرفكم انك لو ما عندكيش امكانيات للفراخ والجمبري ممكن تعمليها جبن.
دي بتاعت الجمبري يا جماعه، عايزه اقول لكم ان هي بجد تحفه. على فكره البيتزا انا شغلت عليها من تحت بس، وما شغلتش من فوق غير لما حسيت انها استوت وخلاص هخرجها، رحت جايه مشغله عليها من فوق. وبرضو خليتها 5 دقايق بالظبط، انا مش بخليها تقعد كتير علشان ما تبقاش شديده معايا وتأستك الجبنه يعني. اهي يا جماعه شايفين دي ميكس جبن اهي، وكمان بالفراخ والجمبري. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، جربوها هتوفر عليكم وهتوفر كمان الفلوس اللي بتشتروا بيها بيتزا من بره. يعني البيتزا بقت غاليه قوي قوي بجد، اسعارها بقى مبالغ فيها جدا. فانتي حاولي توفري وتعملي كل حاجه في البيت، انتي عارفه جودتها ومصدر نظافتها. لو عجبك الفيديو متنسيش في لايك وشير وسبسكرايب. باي.